وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا صاحب هذا المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أموات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرح ورحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين وسبح باسم ربك العظيم اللهم انصر وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتدار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن اللهم كما سد وجوهنا للسجود لا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة على من أسلفنا الصالحون وعلى من حبيب على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجة المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد أحل الورى منطقا وأصداء يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعوض يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد يا
رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. ينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك
السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك من رب السماء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك دائم بلا انقضاء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك يا خير الأنام. السلام عليك يا بدر التمام. السلام عليك يا خير الأنام. السلام عليك يا بدر التمام. السلام عليك يا نور الظلام. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أحمد يا محمد. السلام عليك طه يا ممجد. السلام عليك
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا ما نواله. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. فترقى في الحسن على مقام، وتناهى في مجده وتعالى. لهضته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا هم ضلال. صلى الله وهو عليه. من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. من فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله في الصدور من الإيمان قواعده وتالو عن اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والبلغ عن الله ما أمره بتبلغ لخلقه من فرضه ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسها من نعمة إن تسرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بعجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه المصلي عليه به فينبث في قلب نور لتعلقه به وحبه ويكتبها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه الأشرف الأصل بوده وحبه ما أكثر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تألقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المتنكي الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المتلقي والحزن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه فكان مستقر في الأنسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ذور وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروب ليرقم في هذا
القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لن تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشريقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أنزل إلى تدوين ما حفظه من أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايات في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا الذي شافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك. الله زاد محمدا تعظيما وهباه فضلا وهباه فضلا وهباه فضلا من لدنه عميما. الله زاد محمدا الله زاد محمدا تعظيما وهباه فضلا وهباه فضلا من لدنه عميما. إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره في شفاء إذا تماذى بالعلل وذكره في شفاء إذا تمادى بالعلل. إن الحبيب المصطفى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حرقته فيه الأنامل مما استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. ليتشرف بكتابة القلم والكرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فالنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودع ذا النور المبين أصنام وبطون ما شرفت من العالمين صلى الله فتنقل عليه. هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه شرب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمت وشاءها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وشعورها صلى الله فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا شكوم ولا من ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت برزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات بطن وتنتشر في آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم. لم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم. القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء. أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء للتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي. القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن. يا
صلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زارون ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زارون ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زارون ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زارون يا مهيمن يا سلام يا سلام أرنا وجه الحبيب في المنام يا مهيمن يا سلام يا سلام أرنا وجه الحبيب في المنام ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زارون ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زارون ولنا في من منادي يا سلام غير طه المصطفى أهل الكرام ولنا في من منادي يا سلام غير طه المصطفى أهل الكرام فصلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زارون ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زارون ربي متعنا بذكر دائما أبدا حتى أتى نزول الزمان ربي متعنا بذكر دائما أبدا حتى أتى نزول الزمان فصلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وخيم في زارون ألف صلى الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. صلى الله عليه فأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماء الممدود. حضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية، فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فضربوا يا أهل المثاني فهزروا اليمن غرت، وستضيء بجمال فاق في الحسن تفرد. نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. سلام عليك،
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل لا مقصاد آمين يا الله يا رب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد آمين يا رب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك عليك صلوات الله عليك وصلاة صل على الله محمد. تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا الله. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البدر
الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ضرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماه صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوعا السرى صلى الله عليه. ولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت: ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشاررة عن يميني فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق صلى الله عليه. قالت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه
وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق صدقا. وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يأكل ولا يفعل إلا معروفا. له الملك السهل والحمد المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة. صلى الله ولم الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. ولهما سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نحل عطرة الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلق بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمل في وصف الحبيب وشأنه والعلو في مجده ومكانه. أوصاف قد تعالى مجدها أخذت على نجسها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فأسلم مني أن أمسك إنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. خدمك ما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه قال الحبيب شهاب الدين الحبشي في المستطرف المرء من حيث ينبت لا من حيث يثبت ومن حيث يوجد لا من حيث يولد إلى آخر ما. والاستنداد خير الناس أنفعهم للناس إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Berkata Al-Habib Syihabuddin Al-Habasyi radhiyallahu ta'ala anhu ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-mar'u min haitsu yathbutu la min haitsu yambutu. Nilai seseorang bergantung di mana dia berada, bukan dari mana dia berasal. Nilai daripada seseorang tergantung di mana dia berada, la min haitsu yambutu, bukan dia dari mana berasal. Kalau dia orang yang baik,
kemudian dia bertemu dan berteman dengan orang yang baik, berarti dia tempatnya benar. Maka yang bernilai daripada manusia tergantung di mana dia berada. Manakala kita bergabung, berkumpul dengan mereka orang-orang yang jelek, ya berarti salah tempat. Siapapun dia, min haitsu yambutu, bukan yang dinilai bukan dari mana dia berasal. Anaknya siapa, keluarganya siapa, turunannya siapa. Kalau dia salah tempat, salah. Masuk diskotik masalah, ya siapa boy? Mabuk, joget masalah, judi, zina, wala'iyadzubillah. Ya mun salah ya tetap salah. Min haitsu yathbutu la min haitsu yambutu. Bukan dari mana dia berasal yang dinilai, tapi di mana dia berada. Nih Al-Fakir dan kita semua, kita bukan turunan dari Nabi, bukan Sada Alawi, bukan bangsa dari habaib. Tapi ketika kita tepat berada, bukan barang tidak mungkin kelak kita akan dikumpulkan dengan mereka, karena kita tepat sasaran tempat kita berada. Maaf, karena tempat ini pengaruh. Makanya seseorang dilarang meminta mati, dilarang, kecuali untuk menyelamatkan agama. Satu contoh, sampian odik neng tengah-tengah atau neng negara orang kafir, odik neng negara orang kafir, maka sampean minta mati tulik karena ikebateraki iman tak kuat, tak masalah. Bener karena raja otang masalah, bukan karena selain perkara-perkara seurusan bitunya. Mon salahkan dengan walaupun emas, salah tempat kita baju, tak bisa. Maka saya nilai Kak Dito adalah yang dinilai di sini bukan dari mana kita berasal, tapi di mana kita berada, di mana kita memilih tempat tinggal. Maaf, tempat sangat pengaruh. Bukan saya mengatakan tretes neka orang coba lah, di sana banyak orang baik, majelis banyak, pada majelis nyaman Al-Hidayah, pimpinan Al-Habib Muhammad As-Segaf dari Gresik, Al-Fakir sering ngisi, banyak majelis, banyak madrasah, banyak masjid, tapi karena tempatnya yang kurang baik, kesannya kurang bagus. Ngunceng pengajian kiai dari lima dari tretes aku, tempatnya salah. Paham ya? Nah, maka sekalipun kita neka berasal dari yang sederhana, berasal dari keluarga yang biasa-biasa, tapi ketika tepat kita berada, maka akan dihargai oleh orang lain. Taib. Yang kedua, wa min haitsu yujadu la min haitsu yuladu. Dan manusia dia yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala min haitsu yujadu. Dari mana dia, di mana dia tumbuh, di mana dia berada, di mana dia bertumbuh, berkembang lebih besar. Setitik nilai ya, cek menilai orang. Maaf kalau non sebune kula tak ngocak tak penting nasab nih Pak. Karena mon sampai nabi sanana ya tetap nyari nasab sebagus. Anan siapa? Saya tanya akadik, saya tanya kikade pasti nasab, tak mungkin. Tetapi aneka mon tidak diimbangi dengan amal perbuatan, tidak diimbangi dengan sesuatu yang mendukung kemuliaan, maka tak bernilai. Sifat bodoh jika dimiliki oleh orang biasa itu akan sangat buruk. Lebih buruk manakala kebodohan dimiliki oleh orang yang turunannya orang yang baik, turunannya orang yang alim tapi dia bodoh. Lebih coba boleh nih Kak. Orang coba turunan orang coba ya biasa pacel orang coba. Orang biasa turunan orang biasa ya biasa pacel orang biasa. Orang luar biasa tapi andi anak sa biasa. Nah, oleh karena itu kemana kita mengalir? Bukan dari mana kita dilahirkan, bukan dari mana kita terlahir, dari ke mana kita mengalir. Bukan dari siapa kita terlahir.
Kemana kita mengalir? Surga, al-khair, as-salihah, bagus. Bukan yang kalau seandainya yang dinilai dari mana terlahir, bukan kemana dia mengalir, wah ya tak ada nilai kalau zaman dilahirkan dari orang yang biasa. Wa min haitsu yujadu la min haitsu yuladu. Dari kemana dia mengalir, bukan dari siapa dia terlahir. Ini kan nilai dari manusia. Nilai daripada manusia yang pertama bergantung dia di mana dia berada, bukan bergantung yang dinilai dari mana dia berasal. Lah. Mau ajam, mau a'rab, mau ter'arab, mau a'rab, mau ajam, saya nilai bi Gusti Allah Subhanahu wa taala kipanega berkama kulit sampean badan nih berasal nih. Berkama kulit sampean nih bertempat. Oh ning tempat saya khair, majelisnya bagus, bagus. Masih orang bagus tapi tempatnya coba, ya coba tatin. Toronan macan, iya bapaan macan. Anan cak di sirkus. Ekercis. Mon bapaan singa mimbar. Penguasa hutan, iya ring bapaan. Anan di sirkus. Ekercis. Maka nilai daripada manusia di mana kita berada. Di tempat yang baik, maka insya Allah baik. Berteman dengan orang yang baik, insya Allah baik. Yang kedua, wa min haitsu yujadu la min haitsu yuladu. Kemana dia mengalir, bukan dari siapa dia terlahir. Mungkin anak yang biasa, neka debu neka sering sampai akitin yang guru dan kau Ustaz Al Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf. Anaknya orang biasa tapi amalnya luar biasa. Anaknya orang biasa tapi ilmunya luar biasa. Lebih baik anaknya orang biasa tapi amalnya dan ilmunya luar biasa. Apalagi anaknya orang luar biasa, amalnya luar biasa, ilmunya luar biasa, dia tambah luar biasa aja. Maka bagaimana kita caranya? Karena yang dinilai bukan dari mana, tapi kita berada di mana. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dari siapa kita terlahir, tapi kemana kita mengalir. Mengalir ke tempat yang baik, mengalir ke tempat-tempat yang bermanfaat, mengalir ke tempat yang bisa memberikan manfaat, bisa diminum oleh orang lain, dipakai mandi, dipakai wudu, maka bermanfaat. Wajalah akar mun mengalir tempat-tempat sin tak nagena melolo. Bareng-bareng sin najis. Ya naudzubillah menter muka nek teu nasihat kang kuwi kaul manjenengan, ya jak kene ateh. Apolong bi orang sesoleh insyaallah dadi orang sesoleh. Amin. Apolong bi orang hebat insyaallah dadi orang hebat. Anak foto kapi sedoyo anak foto kun pancen dadi orang semin ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli istiqamah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتعشاها منه الفيوضات الهامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفهار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأمد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نذر هذا الحبيب ووازره وواله وداره، وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في الأمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر.